السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مشروبات ومشويات ياسمين. لو أول مرة تشوفوا قناتي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ المشوية في الكيس الحراري والخضار المشكل، والخضار طبعا على حسب الرغبة. يلا بينا نشوف المكونات. معايا بصل قوارمة، ومعايا جزر، ومعايا بطاطس صغيرة سايباها بقشرها طبعا عشان هتاخد وقت كبير معايا في الفرن، عشان طبعا الخضار هياخد ساعة في الفرن يمكن اكتر على حسب التسوية وحسب الفرن طبعا. ومعايا فلفل اخضر رومي وفلفل حامي، ومعايا كزبرة، ومعايا معلقة كاري، وفصوص توم، وكمون وفلفل اسود، وروزماري مجفف وزعتر مجفف، ورق لوري وحبهان وقرنفل وقرفة ورشة جوز الطيب، ومعايا طماطم متقطعة، ومعايا معجون من الصلصة. هقلب بقى كده المكونات كلها مع بعضها، هقلبها كويس جدا. هبتدي بقى انا اتبل الفرخة بصلصة طماطم ومعلقة فلفل اسود صغيرة، ومعايا كيس الحراري. واحط الفرخة كده معاكم جواها، وبعدين بقى هنزل بالخضار بتاعي اللي انا كنت متبلاه. والفرخة دي تراوح وزنها من 3 كيلو، وطبعا احنا غسلناها كويس جدا بالمحلول بتاعنا اللي هو الملح والليمون والدقيق، ونقعتها ساعة. وهبتدي بقى ادخل الخضار بتاعنا، وطبعا انا حطيت ملح بس ما جاش في التصوير. وهبتدي بقى اقفل كويس، هطلع الهوا منه. وكده انتوا شايفين معايا كده شكل الخضار جميل جدا، وجربوها بالطريقة دي مش تندموا. ومعايا كده انا كده هقفل الكيس معاها كده سلكة صغيرة بيجي اصلا مع الاكياس الحراري الرباط بتاعها. وهبتدي بقى كده اللي انا هفرغ الهوا من الكيس بسكينة تكون معايا رفيعة. هبتدي ارشق كده، اديله تهوية شوية عشان طبعا البخار ما يفرقعش مني الكيس. وهبتدي معايا صينية حطيت فيها الفرخة، ومعايا مية مغلية. هبتدي ان انا انزل في نص الصينية كده علشان لما ادخلها الفرن مع البخار براحتها. وكده هحطها في الفرن على درجة حرارة 200، اول نص ساعة على درجة حرارة، والساعة التانية هتبقى على 160. هي تاخد معاكم ساعة ونص تقريبا على حسب حجم الفرخة طبعا والخضار. يلا نعمل معاها رز ابيض. معايا حلة على النار حطيت فيها معلقتين زبدة ومعلقتين زيت، وهبتدي ان انا انزل بالرز طبعا غسلاه كويس ومصفياه. هبتدي انزل بالرز كده مرة واحدة واقلبهم شوية مع بعض لحد ما الرز ينشف معايا خالص. هفضل اقلبه شوية، هستمر في التقليب شوية لحد ما المية تنشف مني خالص والرز يبقى ناشف معايا. وابقى مجهزة له مية مغلية، هبتدي انزل عليه كده مرة واحدة. وطبعا معيار الرز بيبقى فوق الرز بحبة صغيرين يعني. وهنحط الملح بتاعنا واسيبه بقى يستوي يستوي براحته. اول ما الشوربة بتاعته او المية تتشرب يا دوبك توطي بقى النار عليها خالص عشان يستوي براحته. احط الملح بتاعي واديله تقليبة كده عشان الملح يدوب طبعا. وبعد كده هغطيه، واول ما يتشرب هدي النار على طول. وكده الرز بقى كده، تعالوا كده شوفوا الفلفلة بتاعت الرز
الرز معايا مفلفل وجميل ازاي. عشان طبعا الرز يبقى مفلفل كده لازم تهدوا النار عليه جدا، ويكون عيار الشوربة او المية يكون مظبوط فوقيه على طول. وكده الفراخ قعدت معايا ساعة ونص على النار، طبعا عشان معايا الفرخة كبيرة 3 كيلو. الكيس الحراري بيخليها دايبة خالص ولحمها طري وجميل. وعلى فكرة وصفة سهلة وجميلة وحلوة جدا في العزومات، وحلوة جدا برضو للناس اللي عاملة دايت، يبدلوا البطاطس مثلا بكوسة ببسلة، الخضار طبعا على حسب الرغبة. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب عشان تقدري توصلي لكل جديد، فيديوهات جديدة وفيديوهات قديمة. وطبعا تعليقاتكم الجميلة اللي بتحفزني في كل فيديو واللي انا اكمل معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.